والمباني السكنية الهشة، كما سنتابع في روبورتاج إبراهيم مطار وعصام عسول. أمطار الخير التي عرفتها مدينة الرباط وسلا خلفت بعض الخسائر المادية. الصور من حي السلام بمدينة سلا. المياه غمرت جزءا من الحي وألحقت أضرارا كثيرة بالمنازل والمحلات التجارية التي أتلفت معدتها بشكل كامل. تجار الحي أغلبهم عادوا من الديار الأوروبية واستثمروا هنا. هناك من استثمر في المعدات الإلكترونية. الكل أتلفته المياه. أنا أملك مطعما وفقدت كل شيء. أتلفت المعدات بشكل كامل. مع الأسف احنا ما كنشوفوش شي حالة استثنائية، ولكن غير هذه التساقطات الصغيرة هاش عطات. احنا عندنا من 2006 2007 تقريبا خسائر ديال سنويا ديال 300,000 درهم 400,000 درهم. أمطار الخير التي هطلت بغزارة طيلة اليومين الماضيين وزادت وتيرتها صباح اليوم ساهمت كذلك في إلحاق أضرار بالمنازل السكنية نظرا لغياب قنوات الصرف الصحي. خويا حنا كل ما طيح حنا الشتا تيوقع هذا الماء هنايا والطريق تتقطع، والسكان انت كتشوف ديما هنا كاين مدرسه، كاين قهوي، كاين مقاطعه. الماء تيطيح الشتا كثيره من الحوادث قلال شويه، ما يكفيوش الماء باش يسلك للروكارات. وإلى حدود الآن عمال الوقاية المدنية والسلطات المحلية تحاول جاهدة إفراغ شبكة الصرف الصحي. من جانبها الشركة المكلفة بتدبير الصرف الصحي امتنعت عن إعطاء أي تصريح لنا، كما غمرت المياه الشريط الساحلي المؤدي إلى حي سيدي موسى.